السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. هنعمل الممبار. الممبار حلو جدا، واللي مش بيحب الممبار جربوه وطعمه هيعجبك جدا جدا جدا. انا هنا النهارده هعمله معاكم بس، لكن تنظيفه انا منضفاه ونقعاه ومجهزاه وعيناه في الفريزر كمان. طلعته النهارده لما جيت اعمله. اول حاجه فرمت بصلتين كبار في الكبه فرم ناعم جدا، وبعدين حطيت كميه زيت مش قليله، كميه زيت كتير في الحله وعلى النار. اول ما الزيت بتاعي سخن نزلت بالبصل. هحمر البصل زي ما بعمل اي تقليه، بحمر البصل. بعد كده بنزل بالطماطم المفرومه بتاعتي على البصل وهسيبها لحد ما تتسبك. في ناس بتعمل خلطه الممبار ني في ني، اللي هو الطماطم والبصل والفلفل بتفرمهم كلهم في الكبه وتلخبط عليهم الخضره والرز وتحشيه كده على طول. انا ما بحبوش الا متسبك زي ما انت شايفه كده. هسبك الصلصه بتاعته وهحط عليه فلفل وتوم مفروم برضو في الكبة. هرست الشطة اللي عندي مش حارة، فعشان كده فرمت فلفل حراق لوحده مع التوم. فرمت قرنين فلفل معاهم معلقة توم معاهم نص طماطمية كده عشان الكبة تفرمهم، ونزلت بيهم هم اخر حاجة انت شفتيها معايا دول. هنا بقى الطماطم بتاعتي خلاص اتسبكت. هنزل بالبهارات. ما حطيتش البهارات في البداية، انا هنزل بالبهارات لما الصلصة تتسبك. الصلصة بتاعتي اتسبكت، نزلت بالفلفل الاسود، 7 بهارات، الملح. ظبطي الملح بتاعك، بتزوديه شويه كده عشان الرز. طبعا الشطه الحمراء. الممبار لو ما كانش فيه نسبه حراره كده ما بيبقاش حلو، يعني مش هقولك لازم يكون حر قوي، لا، عشان برضو الكل يعرف ياكل منه لازم يكون فيه نسبه حراره كده بتخليه تحفه. هنا بقى خلاص طفيت على الصلصه بتاعتي بعد ما سبتها، يا دوب حطيت البهارات وطفيت على طول. حطيت الخضره وهقلبها كويس، وطبعا غسله الرز بتاعي ومجهزاه. هنزل بيه في الصلصه واقلبهم كويس مع بعض. غسله الرز وسايباه يتصفى. هنزل بقى بالرز دلوقتي اقلبهم مع بعض كويس جدا، الرز مع الصلصه. والممبار بتاعي هديله شطفه كده على السريع معاكم ونقطعه ونبدا نحشي الممبار. اعمليه كده وجربيه، والله الريحه بتاعته وطعمه يجنن. هنا بقى لون الصلصه حلو جدا، بس الكاميرا مفتحه اللون. هنا بقى شوف الممبار، انا غسلاه ونقعاه ومظبطاه قبل ما احطه في الفريزر. اتغسل واتنقع وبعدين شطفته وحطيته في الفريزر. لما طلعته برضو اديته شطفه كده وهقطعه معاكم دلوقتي. شوفي قلبته على الجنب التاني ده، غسلته وبعد كده رجعته تاني على وشه وهقطعه بقى دلوقتي. التقطيع عايزه تقطعيها حتت كبيره بتقطعي، انا هقطعه لك كل المقاسات اللي انت عايزاها معايا دلوقتي. هتشوفي معايا الكبيره والصغيره والوسط، كل الاحجام هعملها دلوقتي. وحشو الممبار سهل جدا، مفيش اسهل من كده. يلا بقى نقطعه. هنا هسويهم بالنص بالظبط وهقطع زي ما انت شايفه كده. شوفي بقى حجمها دي لما بيستوي بتبقى تحفه، مجرد ما بتنزل في الميه السخنه بتاعته. هنحضر الميه بتاعته دلوقتي. قبل ما ابدا حشو الممبار هجهز الميه على النار، لان الممبار لازم نحطه في ميه مغليه. اوعي تعمليه وتحطيه في ميه بارده، لازم تكون الميه بتغلي قبل ما تنزلي بالممبار في الميه.
اهو كله بساوي كل طرفين قبل بعض وبقطع زي ما انت شايفه كده معايا. كده هنا خلصت التقطيع. تعالوا بقى نحضر الميه. الحله اللي هتسلقي فيها الممبار تحطي فيها ميه وتولعي عليها. ميه السلق بتاعه الممبار بتحطي فيها بهارات زي بهارات الشوربه بتاعه اللحمه بالظبط، بس انا هنا بزود على الملح والفلفل الاسود بزود السبع بهارات. بحط ورق لورا وبحط حبهان وبحط سبع بهارات وفلفل اسود وملح، وبقطع طماطمايه وبحط زي شوربه اللحمه بالظبط، بحط فيها كل حاجه وبسيبها بقى كده. انا ههدي عليها النار لحد ما تغلي. هكون انا خلصت الممبار، حشو الممبار، وهنزل بالممبار في الميه على طول. تعالوا بقى نشوف احنا هنحشيه ازاي. اه زي ما انت شايفه كده بفتحها بين الصباعين دول وابدا احشي. ما بياخدش وقت وسريع جدا بالطريقه دي. في طريقه تانية بالنسبه لناس تانية بتبقى اسهل، لكن انا بالنسبه لي بحب الطريقه دي قوي، بحسها اسهل بكتير من التانية واسرع. هنا ما تمليهوش قوي رز، لا خلي الرز شوفي سويه كده زي ما انت شايفه، هيطلع معاكي حجمه حلو ومش هيفرقع وهيبقى زي الفل. والله ما في واحده فرقعت، ما شاء الله كلهم طالعين زي الفل. وما فيش رز كتير وقع في الشوربه ولا اي حاجه من دي. انت بتسيبي الطرف من هنا فاضي والطرف من الناحيه التانية فاضي، وبتساوي الرز، ما تكتريش عشان ما يفرقعش معاكي وعشان الرز ما يطلعش كتير في الشوربه. زي ما انت شايفه معايا كده. هعمل معاكم كام واحده وبعدين هكملهم وتشوفوه انا بنزله في الشوربه. جربيه، جربيه بالطريقه دي هتلاقيها سهله جدا، ماهيش صعبه خالص. تلاقي طعم وريحه هتعجبك جدا والله. اهي زي ما انت شايفه كده بتفرديه، متخليش الرز كتير. اي رز زياده بطلعه وبفضي الطرفين بتوعه خالص، ما بخليش فيهم رز. اهو زي ما انت شايفه اهي ما شاء الله. خلصنا كده الكميه بتاعتنا كلها اهي ما شاء الله. هبدا انزل بقى في الميه. اول ما بتنزلي في الميه اهم حاجه تكون الميه بتغلي. اوعي تحطي الممبار في الميه والميه بارده. الميه بتاعت الممبار تكون بتغلي عشان تقفل الطرفين بتوعه. هتشوفيه معايا دلوقتي عامل ازاي. شوفي، لو تاخدي بالك اول حاجه البوز بتاعها قفله اول ما نزلت في الميه وهي بتسخن. هديله تقليبه بقى كده واوريكي الجمال، وهوريكي ان هو مجرد ما نزل في الميه شوفي بقى عامل ازاي. شوفي بقى الجمال. ولا تقولي لي بقى الرز وقع منه ومش عارفه. جميل، اقسم بالله كان مظبوط والطعم بتاعه تحفه. هنا بقى احط الكميه بتاعتي كلها في الميه وهسيبه. انا سيبته على النار بالظبط قعد ساعه ونص بالظبط، ساعه ونص. هنا خلاص اهو. لسه شويه، انا بوريلك دلوقتي وهو لسه على النار شويه. تلاقيني خلاص بقولك الممبار بتاعي هنا استوى، وهنطلعه مع بعض عشان نحمره، وهتشوفي بقى عامل ازاي وتشوفي جماله. هنا خلاص استوى، بس انا مش هحمره هو لسه سخن كده. استنى عليه شويه يعني، هطفي عليه النار واستنى عليه شويه لما يهدى. بس هطلعه من الشوربه بتاعته، طلعه من الشوربه وهصفي كمان الشوربه بتاعته. شوفي جمال. شوفي بقى الاحجام بتاعته زي ما انا بقول، زي ما انا قايله لك.
في الكبيرة وفي الصغيرة وفي الوسط، زي ما انت عايزة تقطعي قطعي. عايزة تقطعيه قطع صغيرة قطعي قطع صغيرة، عايزة تقطعيه زي ما انت شايفة كده. حجم الوسط ده جميل جدا. شوفي الصغننة الخالص دي اللي مش راضية تيجي. شوفي الجمال، ما شاء الله. ألف هنا على قلب اللي أكل مني. طلع بقى الكمية بتاعتي من الشوربة وهبدأ أحمرها. حمر دلوقتي على قد اللي هياكل بس، لأن الممبار ما تحمرهوش وتركنيه متحمر. حمري على قد الأكل بس، الكمية اللي انت عارفة ان هي هتاكل دلوقتي حمريها. ما تحمريش وتركني، بينشف أوي وما بيبقاش حلو خالص بعد ما لما بيبرد. وحلاوته كده وهو متحمر ولسه سخن، تحفة. تعالوا بقى نحمر. هنا زي ما قلت لكم صفيت الشوربه بتاعه الممبار. هنا الشوربه، شوف الشوربه جميله ازاي ولونها تحفه. تعالوا بقى نحمر. احط كميه زيت كتير في المقلايه بتاعتي، احط كميه شويه كتار زيت. والزيت اول ما هيسخن هبدا انزل بالممبار. وتخلي بالك بقى وانت بتحمري، لان الممبار صعب قوي وهو بيتحمر. فرقعه الزيت ده رهيبه. الممبار واللحمه وهما بيتحمروا بيبقوا صعبين قوي. جربوه وهيعجبكم جدا. وصلت لحد هنا ولسه ما ضغطتش اشتراك، لو لسه لاول مره تشوفيني اضغطي اشتراك، ما تنسيش تضغطي لايك. يلا لو لسه ما حطيتيش لايك حطي اللايك بسرعه. تعالوا بقى نشوفه اما يطلع من الزيت. شوفي اللون، شوفي اللون والجمال. ايه الجمال ده، ان شاء الله. ايوه، ده نقلب بقى كله ونشوفه بقى لما يطلع. وتسرحوا خليكم مركزين معايا، احنا كده خلاص خلصنا، مستنيين اللي يدوق بس. شوفي بقى الجمال وشوفي جمال اللون. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، اللهم صل على النبي. جمال، لون وريحة وطعم، تحفة. جربوه، جربوها على طريقتي هتعجبكم جدا. شوفي بقى الجمال. اقول لكم الف هنا على قلب اللي اكل منه. وجربيه والطريقه هتعجبك جدا، وهتنبهري من الشكل في النهايه ومن الطعم ومن كل حاجه. اقول لك ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد يا حبايبي. مع السلامه.